في قصة كتبها كمال حبيب. كمال حبيب هو الأنبا بيمن المتنيح أسقف ملوي. أيام ما كان لسه خادم واسمه كمال حبيب، يقول في مرة كنت راجع بالليل بيتي على الساعة 11، وعديت قدام حانة يعني المكان اللي ممكن يكونوا اللي فيه بيشربوا خمور أو ما شابه. وفجأة سمع صوت بيناديله من جوه باسمه، فانتبه وبص كده مش شايف مين اللي بيتكلم. لقى واحد جايله بالعافية وبيقول له أنا صديقك فلان اللي كنت صاحبك من زمان وإحنا في المدرسة. الكلام ده كان فات عليه حوالي 13 أو 15 سنة. فبالعافية قدر كمال حبيب اللي هو الأنبا بيمن يدقق في ملامح وش الراجل. افتكر ان ده واحد صاحبه كان اسمه رفعت، لكن شكله دلوقتي اتغير قوي وبقى وشه شاحب وبقى رفيع جدا وحالته صعبة. فبيقول له معقولة انت فلان؟ قال له ايوه انا، بقالنا 13 سنة ما تقابلناش. قال له طب وايه اللي مقعدك هنا؟ فالراجل قال له انا عشت في الخطية ليا 13 سنة، اتطردت من المدرسة ثم اتطردت من الشغل بتاعي واتطردت من بيتي وسايب كل أهلي ليا 13 سنة أجي أشرب وأعيش في مكان الخطية ليل نهار. صعب عليه جدا وقال له طب وإيه حالك دلوقتي؟ قال له أنا حزين جدا، لكن أقولك على حاجة، من أيام ما كنا في ثانوي في المدرسة وانت ساعات بتكلمني بكلام حلو كده من بتاع ربنا، أنا من دقايق قليلة وأنا قاعد جوه سمعت صوت جوه قلبي بيقول أنا بحبك، أنا مشتاق إليك. هل ممكن يكون الصوت ده صوت ربنا؟ أصل أول ما سمعت الصوت ده لقيتك معدي من قدام المكان اللي أنا قاعد فيه. كمال حبيب قال له ساعتها طبعا ممكن يكون صوت من ربنا، بس المهم تعالى نقعد نتكلم فعلا. قال له أنا مستعد أسمعك بس تدخل معايا جوه المكان بتاعي. طبعا قعد الخادم كمال حبيب يبص في المكان اللي لقاه مكان لا يليق انه يقعد فيه خالص، لكن طبعا جنب إلحاح هذا الشخص وان في بادرة توبة ما فكرش اللحظة وقال له يلا. ودخلوا هما الاتنين، ويقول قعدت أكلمه من الساعة 11 مساء لحد الساعة 5 صباحا، بكلمه عن ربنا وعن قبوله لتوبة الكل. وبيقول كنت بستحضر الآية اللي بتقول أن الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، وقعد يديله رجاء في التوبة. وابتدى الراجل ينفعل وابتدت دموعه تنزل ويحس باشتياق انه يرجع لربنا تاني. ولما جه الفجر قال رفعت ده لكمال حبيب صاحبه هو أنا ينفع أعترف؟ قال له بس يعني الوقت دلوقتي 5 الصبح، مين يكون موجود من الآباء؟ يعني على الصبح بقى على 11 12 يكونوا خلصوا أدادسهم. قالوا لا أنا عايز أعترف دلوقتي. وقعد يلح. فالخادم ما بقاش عارف يعمل ايه. قال له طب تعالى في قداس بيبتدي الساعة 6 الصبح في كنيستنا، تعالى وربنا يسهل يمكن تلحق أبونا وهو داخل ولا حاجة. راحوا بسرعة على الكنيسة وفعلا لحقوا أبونا وهو داخل القداس على الساعة 6 إلا ربع كده. وجري رفعت ناحية أبونا وقال له أنا عايز أعترف. وفعلا أبونا قال له طيب يلا بسرعة قبل القداس. بس الحقيقة قعد الراجل يعترف من الساعة 6 إلا ربع للساعة 6 ونص. القداس كده فات عليه نص ساعة ولسه ما ابتداش. لكن أبونا كان شايف قدامه خروف ضال راجع بعد سنين من البعد والتوهان. وفعلا أبونا أخد اعترافه كله وقراله التحليل واداله الحل انه يتناول. وفعلا دخل رفعت مع صاحبه كمال حبيب وحضروا القداس، والدموع ما بتفارقش عينين هذا الشخص اللي راجع لحضن المسيح. وفي آخر القداس اتناول وخرجوا هما الاتنين. وهما خارجين كمال حبيب قال له طب هشوفك تاني ازاي؟ قال له معرفش، انا مش هقعد تاني في المكان ده، لكن انا معرفش هعيش فين. كمال حبيب راح مطلع ورقة من جيبه وكتب رقم تليفونه المنزلي وكمان عنوانه، وقال له خد الورقة دي وانا تحت امرك في اي وقت. وروح كمال اللي بقاله طول الليل ما نامش ودخل نام في بيته. وعلى الساعة 12 ظهرا صحي كمال حبيب اللي هو الأنبا بيمن المتنيح زي ما كتب في مذكراته بالظبط، إن صحيت الساعة 12 الظهر على صوت جرس الباب. ولما قمت أفتح وجدت
أفراد من الشرطة بيقولوا لي انت ليك علاقة بالورقة دي او تعرف عنها حاجة؟ فبصيت في الورقة لقيتها هي الورقة اللي انا كنت لسه مديها لصديقي رفعت من كام ساعة فاتوا. قلت لهم ايوه، ده خطي، والورقة دي انا كنت مديها لواحد صاحبي. قالوا له الراجل ده عمل حادثة في الشارع واحنا ملقناش في جيبه غير الورقة دي، فاستدلينا على العنوان وجينا نسألك. قال لهم ايوه، ده خطي وده رقم تليفوني وده عنواني، وصديقي ده اسمه رفعت. هو ايه اللي حصل له؟ وديتوه مستشفى ولا اعمل ايه؟ قالوا له لا، البقاء لله. كمال حبيب اخد الكلمة وحس انه قدام اللص اليمين. هو كان لسه معاه من ساعات. الراجل سمع صوت ربنا اللي بيقول له انا بحبك، انا مشتاق اليك، ثم قدم توبة عن كل حياته اللي فاتت على مدار حوالي 6 أو 7 ساعات، ثم بعد كده قدم اعتراف في الكنيسة، وأخيرا اتناول، وبعديها بلحظات تنيح ووصل لحضن المسيح الذي أحبه. حقيقي عجيب هو الله في قدسيه، القادر إنه يخرج من الآكل أكلا ومن الجافي تخرج حلاوة.